بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وحسن الطاعة والعبادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا وأن يتقبل وينفع ويبارك بالجهود. إخواني في الله، حديثي اليوم عن باب من أبواب الخير. حديث اليوم عن الطريق أو إحدى الطرق الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. حديث اليوم عن السبيل الذي نهايته وغايته ونتيجته الفوز بالجنة والنجاة من النار. حديث اليوم عن شعيرة من أعظم الشعائر الدينية، وعن عبادة هي من أجل وأعظم وأهم العبادات التي حث عليها الشرع. حديث اليوم عن عبادة هي دليل على صدق إيمان العبد وعلى حسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. إخواني، اليوم سنتكلم عن عبادة عظيمة. يوم القيامة يوم عصيب ويوم مهيب، فيه يجتمع الناس في أرض واحدة مستوية، يجمعهم كلهم الهم والغم والخوف والفزع والقلق والاضطراب. كلهم يشعرون بهذا الشعور. تدنو الشمس من الخلائق ويعانون من حرها ولهيبها، حتى أنهم يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله ليبدأ بالحساب من هول ما يجدون وعظم ما يرون. إلا ثلة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، هم في سعادة يوم يشقى الناس، وهم في أمن يوم يفزع الناس، وهم في ظل آمنون يوم يعاني الناس من حر الشمس ولهيبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سنتكلم اليوم عن الصدقة وفضل الصدقة وأثر الصدقة على المتصدق والمتصدق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يوم تكون الشمس قريبة من الخلق، تدنو الشمس من الخلائق، يكون المتصدقون لديهم ظل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله ورحمة. فكل متصدق يكون في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم يوم القيامة في أمن وأمان. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ما كان هذا الفضل وما كان هذا الجزاء إلا لعدة أمور. الأمر الأول أن الصدقة أثرها كبير ونفعها متعد إلى الآخرين، فالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير أجرها أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. بالصدقة هذه قد تسعد مسكينا، وقد تفرج هم فقير، وقد تيسر على معسر. استشعر السعادة التي ستدخلها عليه، وكونك سببا في ذلك. استشعر أنك كنت سببا في إزاحة هذا الهم والغم. كل هذا له جزاء عند الله سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل بل أعظم. فالله سبحانه وتعالى يجازيك على هذه الصدقة في الدنيا والآخرة، لا في الدنيا فقط. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على ماذا؟ على صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى، وعلى حسن إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وعلى يقينه الجازم بالفضل الذي رتبه الله على الصدقة.
لهذا الصدقة برهان أي دليل، وفضلها كبير عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أو السبب الثالث في أن هذا الفضل للمتصدق يستحقه فضلا من الله ونعمة، أن المال محبوب لدى كل إنسان، فطرة فطر الله الناس عليها أنهم يحبون المال. المال زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا كان المسلم مستشعرا أنه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ومستشعر لحقيقة الدنيا وأنها تفنى، ومستشعر لحقيقة الآخرة وأنها دار البقاء والخلود، كان باذلا لماله، كان منفقا، كان معطيا، كان متصدقا، فكان جزاؤه عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى. إخواني، فضائل الصدقة كثيرة، يكفي أن من فضائل الصدقة أنها سبب في الوقاية من دخول النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ووصى عائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. هذه الصدقة التي قد تكون يسيرة في نظرك قد تكون هي سببا في وقايتك من دخول النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة لن ينفعك منصبك ولا جاهك ولا مكانتك، لا ينفعك لا أصلك ولا نسبك، لا ينفعك لا شطارتك ولا غيره، لن ينفعك إلا عملك الصالح، إلا ما تقدمه لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما تقدم النفقة، الصدقة، التبرع، العطاء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قبل أن ينبه ويحذر الناس من هذا اليوم: وأنفقوا مما رزقناكم. هذا أمر عظيم يجب أن يحرص عليه كل مسلم، أن يتصدق قدر استطاعته وقدر الإمكان. رب عمل يسير يعظمه الله سبحانه وتعالى لك فيكون سببا في نجاتك من النار ودخولك الجنة. وكذلك من فضائل الصدقة أنها سبب في إطفاء غضب الجبار، وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. هذا كل ما يرجوه كل مسلم، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن لا يغضب عليه. إذا أردت هذا فعليك بالصدقة، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي سبب في إطفاء الخطيئة وإذهاب حرارتها وآثارها. إخواني، لكل سيئة تعمل بها أثر في حياتك، فكثير من البلاءات أو الابتلاءات التي نصاب بها هي بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تذهب هذه المعصية ويمحوها الله عنك ويمحو أثرها في هذه الحياة وفي الآخرة، فعليك بالصدقة. وصدقة السر تطفئ الخطيئة، أي تذهب حرارتها ونارها وأثرها كما يطفئ الماء النار. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل الصدقة أنها سبب في الشفاء من الأمراض البدنية. داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة دافعة لكل أنواع البلاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك هي سبب في الشفاء من الأمراض القلبية. جاء في الأثر: إذا أردت أن ترين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فهي سبب للشفاء من الأمراض البدنية وكذلك الأمراض القلبية. يكفي إخواني بالله أن تستشعر أن من فضائل الصدقة أن الملائكة تدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلف المتصدق خيرا وأن يعوضه الله خيرا. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وفيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي عوضه خيرا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الملائكة تدعو لك كل يوم إذا أنفقت، إذا تصدقت، إذا أعطيت، إذا قضيت حاجة المسكين والفقير والمحتاج والمعسر. الملائكة تدعو لك بالتعويض خيرا في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء
فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أي شيء تنفقه في هذه الحياة تقدمه لله سبحانه وتعالى، الله يعوضك خيرا. هذا وعد إلهي، وعد رباني. إذا قدمت شيئا أيا كان، وإن كان بسيطا وإن كان قليلا، فالله يعوضك أضعافا مضاعفة، والله خير الرازقين. هذا وعد من الله الذي بيده الأمر والخلق والرزق، الذي بيده كل شيء، هو الذي يعدك هذا الوعد. هذا دافع كاف لأن تحرص على الصدقة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الصدقة التي تتصدق بها للمسكين والفقير والمحتاج أنت المنتفع الأول منها في الدنيا والآخرة، فنفعها وخيرها وأثرها العظيم عائد لك في الدرجة الأولى، ثم هذا المسكين، ثم هذا الفقير، ثم هذا المحتاج. لذلك احرص على الصدقة، لأن هذه وعود إلهية ربانية من الله سبحانه وتعالى. إخواني، قبل أن نختم، نحن في شهر رمضان المبارك، شهر الخير، شهر الكرم، شهر الجود. هذا الشهر يجود الله سبحانه وتعالى فيه بالرحمات والمكرمات والمغفرة، فمن جاد على عباد الله بالصدقة والتبرع والعطاء جاد الله عليه بالفضل والعطاء والتعويض في الدنيا والآخرة. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر صيامه غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. كل ما فطرت صائم تأخذ أجره، كل ما فطرت صائم تأخذ أجره، وعليك بالحساب. كل ما زاد العدد كل ما زاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. والصيام لا حد للأجر فيه، أجره تكفل الله سبحانه وتعالى به. فبدل أن تخرج في رمضان بصيام 30 يوم، عليك أن تتصدق وتفطر الصائمين، وعليك بانتظار الفضل من الله سبحانه وتعالى. ختاما إخواني، لا تستحقر الصدقة، لا تستحقر العطاء، لا تستحقر النفقة، لا تستحقر قضاءك للحوائج، فإن هذا عائد لك في الدنيا والآخرة. استشعر السعادة التي كنت سببا في إدخالها، استشعر أنك كنت سببا في إزاحة الهم والغم، في فك الكربات، في تفريج الهموم على الناس. هذا كله سيعود لك بالنفع في الآخرة. في الآخرة تحتاج إلى صدقة، تتمنى أن تعود إلى هذه الحياة فتتصدق بصدقة فتكون سببا في دخولك الجنة ونجاتك من النار. فعليك بها في الدنيا في ساعة العمل الآن قبل أن تندم يوم لا ينفع الندم. استشعر هذا الأمر قدر استطاعتك، استشعر أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. تيقن وأنت تتصدق بهذا الأجر العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك وينفع ويتقبل بالجهود. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.